الكرة تسعد هي من تتقن الضربات الثابتة. ننتظر وإياكم من خلال أحداث هذه الكرة هل ستأتي بجديد لفريق الأولمبيك. ننتظر وإياكم جميل هذه الكرة. يا سلام على اللاعب المتألقة آية المنصوري، هي من تسجل هدف على طريقة اللاعبين الكبار هناك. يا سلام على اللاعب رقم 8 آية المنصوري، من كرة ثابتة جاء الهدف لفائدة عناصر الأولمبيك هنا بالملعب البلدي بطاطا. ما زالت الكرة قائمة، الاحتفاظ بالكرة مبالغ فيه من جانب اللاعب رقم 8. يا سلام على الكرة، الآن الجول، الآن الجول، الآن الجول. وسط دربكة من دفاعات الأولمبيك، وسط عدم تركيز من دفاعات الأولمبيك يأتي الجول من خلال أحداث هذه الكرة. التعادل مرة أخرى في هذه اللحظات يا سادة يا كرام. هل هذه الركنية ستأتي بجديد لفائدة عناصر الأولمبيك؟ يا سلام على الجول، يا سلام على الجول الذي يأتي مرة أخرى من نفس المكان. سجلت هذه اللاعبة من الركنية أمام فريق المدينة هوارة مرة أخرى. الهدف يعيد نفسه بنفس الطريقة بنفس من يسجل. يا سادة يا كرام، الهدف الثاني للأولمبيك في هذه اللحظات يعود في النتيجة مرة أخرى. حسناء أسعد هي من تبصم على الهدف الثاني في هذه اللحظات. الآن اللاعبة المتألقة، قلت لكم احذروا من هذه اللاعبة 9 ربيعة أوشو الصافرة، تأتي نعم لتعلن عن نهاية أحداث الجولة الأولى. أعلق وأتابع وأصور في نفس الوقت. يا سلام، جول، كرة عالية، كرة جميلة من حنان الراس، غلطت الحارسة تريان إيمان في اللقطة الماضية. 3 أهداف مقابل هدف للأولمبيك من خلال هذه الضربة الثابتة. هل ستأتي برابع الأهداف؟ ننتظر وإياكم من هناك دائما صاحبة الضربات الاختصاصية. جميلة الكرة الماضية، إيمان تريان تتألق وتتعملق وتمنع الهدف. الكرة وتقطع الكرة، البحث عن الهجمة، أين هي المساندة؟ يا من وفاء وفاء وفاء، جول، الهدف الرابع يأتي في هذه اللحظات لفتيات الأولمبيك. اللبؤات يكشرن عن الأنياب، اللبؤات يرفعن شعار لا بديل عن الصعود ولا شيء غير الفوز عنوانا. المتابعة الصافرة تأتي لتعلن نهاية أحداث هذه المقابلة بفوز فريق أولمبيك طاطا ب4 أهداف مقابل 1 على فريق شباب تيمولاي لكرة القدم النسوية. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف ما شفتوا اليوم كانت الجولة الثانية من المقابلات ديال مباريات السد المؤهلة للقسم الوطني هوات لكرة القدم النسوية. اليوم واجهنا نادي شباب تيمولاي لكرة القدم النسوية. مقابلة ما كانت سهلة، كما كتعرفوا المقابلات ديال السد يعني ما كايناش شي مقابلة اللي هي سهلة ولا كتكون في المتناول. الحمد لله اليوم البنات كانوا في نهارهم، يعني ابليكاو داكشي اللي تعطى لهم وجابوا 3 بوان اللي غادي تخلينا اننا نمشيو في يعني في المقابلات اللي باقيين بواحد الاريحيه اللي هي كبيره. كان هذا الفوز اللاعبات على القتاليه ديالهم، على التضحيه ديالهم، على الجمهور الوفي. كان هذه يعني اللي كيسيبورتي وكيساند نادي اولمبيك طاطا بصفه عامه. وان شاء الله نتمنى من الله التوفيق في قادم الدورات ان شاء الله.
شكرا. السلام عليكم، معكم وفاء شادي لاعبة اولمبيك طاطا. الحمد لله المقابله دازت بخير وتمكنا منها وحنا ديما قدها، وان شاء الله غادي نقولوا كلمتنا هذا العام. وكنبغي نشكر الناس اللي كيساندونا، وشكرا بزاف بزاف البنات على القتاليه ديالهم، حيت بصح كنستحقوا اننا نكونوا هنا. وكنشكر الكوميتي كامل، وكنشكر الكوتش عادل الزوبي وكاع الناس اللي كيساندونا، وشكرا لكم. تحيه رياضيه للجميع. اولا كنبغي نشكر الجماهير وجميع المساندين اللي ساندونا اليوم باش نحققوا 3 نقاط المهمه جدا في يعني مسلسل مباريات السد المؤهله للقسم الوطني هوات. كنتمنى من الجمهور وجميع المساندين انهم يزيدوا يشجعونا باش ان شاء الله نمثلوا طاطا السنه المقبله في القسم الوطني هوات وديما اولمبيك طاطا.